تخيل ان رجل السلطه اللي من المفروض انه من حماة الوطن كيتحول لاكبر مجرم وسفاح متسلسل باستخدام الشطط في السلطه. كان كيستعمل سيارات الشرطه واجهزه استخباراتيه متطوره باش يستقطب الضحايا ديالو ويختطفهم ويمارس الجرائم ديالو. وهاد الجرائم ما دراهاش مره ولا جوج ولا ثلاثه، بل استمر لمده 4 سنين، والعدد الضحايا ديالو فات 1000 ضحيه. وصلت به البشاعه انه في واحد المره يجمع ما بين امراه وبنتها وحفيدتها في فراش واحد. ما تقولوش انه ما كيخافش الله، لان السيد حاج بيت الله 3 ديال المرات، ومن بين الاسماء اللي كيناديوه بها الحاج او السيد الحاج. ونزيدك ان بعض الضحايا ديالو كيقولوا انه فاش كيكون كيرتكب ديك الجرائم ديالو او ديك التحايوانيس ديالو وكيدركوا وقت الصلاه ولا كيسمع الاذان كيحبس كل شيء وينوض يصلي وعاد يرجع يكمل الجريمه ديالو. فشكون هذا المجرم السفاح المتسلسل اللي ما قد حتى شي حد يحبسه ولا يوقف ليه في طريقه، حتى تدخل الملك الراحل الحسن الثاني شخصيا؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصه جديده. الا كنتي اول مره كتزور القناه ديالنا ما تنساش تشترك باش يبقى يوصلك دائما الجديد. الا عجبك هادشي اللي كنديرو ما تنساش تخلي لايك وتخلي شي تعليق لتحت فيه رايك ولا انتقادك، ولا ما لقيتي ما تكتب صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ويلا نبداو. قبل ما ندخلوا في صلب القصه لازم نعرفوا شكون هو المجرم ديالنا وشنو الاسباب اللي خلاتو يدير هذا الشيء هذا، ونذكروا جميع الاحداث بالتسلسل باش نفهموا القصه كامله. بطبيعه الحال هذه القصه هذه ماشي انا اول واحد غادي يتكلم عليها، تكلموا عليها بزاف ديال الناس بلغات مختلفه وبلهجات مختلفه، وكيبقى كل وطريقته كيفاش كيرويها. غير انا اختاريت انني ما نذكرش سميت المجرم او السفاح، ولو ان كاين التصاور ديالو كتروج انا ما باغيش نذكر الاسم الكامل ديالو احتراما للعائله ديالو، حيت بحال هادو غادي يوصلوا ولادو ولحفادو اللي بطبيعه الحال ما عندهم حتى ذنب في هذا الشيء اللي دار. بما ان السميه ديالو محمد غادي نذكروا غير سميتو اللي هي محمد، ولو ان مقارنه بالجرائم اللي ارتكب ما يستاهلش هذه السميه ديال اشرف الخلق. عام 1949 زاد محمد في مدينة بني ملال لواحد الأسرة متوسطة ومحافظة، والأب ديالو كان رجل متدين وكان حامل لكتاب الله. هادشي اللي خلاه يدخل ولده محمد للمسجد قبل ما يوصل للسن القانوني باش يدخل للمدرسة باش يتعلم القراءة والكتابة ويحفظ شوية من القرآن الكريم، لأن في ذاك الوقت كان المسجد بحال قلتي هو الروض ديال دابا. المهم محمد دخل للمسجد تعلم القراءة الكتابة وتوفق انه يحفظ نصيب محترم من القران الكريم. محمد عاش الطفوله ديالو عاديه، كيلعب كيجري كيمشي للمسجد كيتعلم كيقرا. من بعد وصل للسن القانوني ودخل للمدرسه من غير هذا الشيء العادي والطبيعي في حياته. الكل كان كيلاحظ ان محمد واحد الطفل ماشي بحال قرانو، لان الذكاء ديالو كان متفوق، كان كيفهم الامور بسهوله وخاصه في الدراسه كان متفوق في الدراسه ديالو، كان دائما من الاوائل. وفوق هذا الشيء كان واحد الدري اللي ظريف محترم منضبط ما فيش لبساله بزاف. المهم محمد كيقرا وهو طفل مجتهد، والحلم ديالو انه يولي بوليسي. ما عرفتش علاش الصراحه هذا الحلم واقيلا كاع الاطفال المغاربه كيتشاركوا فيه، حيت انا شخصيا فاش كنت صغير كانوا كيسولونا في القسم شنو بغيتي تولي، كتلقى واحد 70% من الذكور الحلم ديالهم انهم يولوا بوليس. انا من كاع الدراري اللي قراو معايا حتى واحد ما ولا بوليسي، الاغلبيه منهم ولا مجرم. المهم كيف ما قلنا ان محمد الحلم ديالو انه يولي رجل شرطه. محمد بقى كيقرا كمل قرايته، ولكن شاءت الاقدار انه يولي رجل تعليم واستاذ للغه العربيه. ربما حيت الاحلام كتبقى في جهه وبعض المرات الواقع كيفرض عليك اشياء اخرى، فماشي دائما غتكون داكشي اللي بغيتي وغتوصل داكشي اللي كنتي مخطط ليه، ويمكن فاش كتكبر كتبدل القناعات ديالك وكتغير من الراي ديالك. المهم محمد فاش ولا رجل تعليم توظف ولا استاذ اللغه العربيه كيف ما قلنا، بدا كيتخلص شويه، استقر في الخدمه ديالو، مستقر ماديا، وبحالو بحال كاع الشباب المغربي والمسلم فاش الواحد كيستقر يفكر انه يكمل دينه او انه يتزوج. داكشي اللي دار محمد ويا ريت ما دارها. محمد تزوج وخذ واحد السيده اللي كانت ايه في الجمال، يعني كانت زوينه جميله بزاف، وهذا الجمال ديالها هو اللي غيتسبب لمحمد في اشد انواع الحقره اللي قد يتعرض ليها الراجل. وربما هذه المراه وهذا الجمال ديالها هو اللي غيخرج لنا المجرم السفاح الحاج محمد. لأن بكل بساطة الزوجة ديالو دخلت في واحد علاقة غرامية مع واحد ضابط شرطة، وماشي أي ضابط بسيط ولكن كان قرايدي. المهم محمد فاش ساق الخبار تحرى الامور وتاكد 100%، وبما انه رجل تعليم فبطبيعه الحال ما غاديش يدير شرع يديه وغادي يمشي ياخذ حقه بيديه. قرر انه يدير المسطره القانونيه ديالو، فعلا مشى للكوميساريه وغادي يقدم البلاغ ديالو، ورحبوا به رجال الشرطه بطبيعه الحال لانه رجل تعليم وكذا. كان استقبال مزيان حتى وصلت اللحظه اللي غيعطيهم السميه ديال السيد
اللي متهم بالخيانه مع الزوجه ديالو. باش قال لهم انه ضابط شرطه وسميتو فلان بن فلان، رجال الشرطه تقلبوا على محمد 180 درجه، وقعوا عليه بالسب والضرب، وفوق هذا الشيء لصقوا ليه التهمه بالمساس بمقدسات الدوله ولا سميتها شي حاجه بحال هكذا. وفعلا محمد تقدم بهذه التهمه للمحكمه وحكمت عليه المحكمه ب4 شهور ديال الحبس. تخيل انك انت مظلوم وغادي باش تشكي باش يجيبوا لك حقك، حتى كتلقى راسك في 4 شهور ديال الحبس باطله. دوز محمد العقوبه ديالو اللي هي 4 شهور ديال الحبس، خرج من الحبس محطم مدمر لانه حس بالخيانه، سواء من الزوجه ديالو اللي كان كيعتبرها شريكه حياته، سواء من القانون اللي كان كيعتبره انه توجد باش يحمي المظلومين بحاله. خصوصا انه كان كيعتبر رجل الامن انه داك سبايدر مان ولا داك السوبرمان اللي كيشد الشفاره وكياخذ حق المظلوم ويردوا ليه. محمد فاش خرج من الحبس اول حاجه دارها طلق لمرته، من بعد شويه ديال الوقت ناض تزوج، وهاد المره تزوج بجوج ديال العيالات. صراحه ما عرفتش علاش بالضبط تزوج بهذه السرعه وعلاش بالضبط جوج ديال العيالات. يمكن من بعد الخيانه ديال الزوجه ديالو حس بالنقص، لان الرجل دائما فاش كيتخان ولا مرته كدير شي حاجه بحال هذه اوتوماتيكمون التفكير ديال المجتمع كيمشي على اساس انه ماشي راجل، عنده شي مشكل، علاش خانته، يمكن فيه شي عيب. فكنظن ان محمد على هذا الشيء هذا تزوج، وهذه المره بجوج ديال العيالات باش يثبت للناس المحيطين به انني ما فيه حتى شي مشكل وانني راجل ونص، ودار معاهم 5 ديال الاولاد. المهم محمد في سنه 1970 تخلى على مجال التعليم والتحق بسلك الشرطه في بني ملال، اللي كان فيها في البدايات ديالو مجرد مخبر او ما يسمى بشرطه الظل في ذاك الوقت. ومن بعد 4 سنين التحق باكاديميه الشرطه في مدينه قنيطره، وبالشهاده ديال الرؤساء ديالو محمد كان واحد الشاب منضبط وكان مجتهد وكان كيبغي العمل ديالو وكان متفوق على كاع صحابه. هادشي اللي خلاه يتسلق المراتب بواحد السرعه هائله. في عام 1989 محمد غادي يترقى، غادي يولي عميد شرطه وفي مدينه كبيره بحال الدار البيضاء. وهنا في مدينه الدار البيضاء محمد غادي يتعرف بواحد السميه جديده اللي هي الحاج محمد. هاد السميه ما جاتش من فراغ، لان محمد حاج بيت الله 3 ديال المرات، وكان معروف عليه انه واحد الانسان متدين وما كيخطاش الصلوات ديالو خاصه في المسجد وفي الجماعه. ومن بعد وقت قليل من نفس السنه محمد غادي يترقى وغادي يولي عميد ممتاز في الاستعلامات العامه، اللي هو واحد الجهاز التابع للجهاز المخابراتي. هنا محمد حس بان الوقت جاء من اجل الانتقام، لكن كل هو عنده الطريقه ديالو في الانتقام. ما غاديش ينتقم من مرته اللي خانته، وما غاديش ينتقم من ضابط الشرطه اللي مارس الخيانه البشعه ديالو مع مرته، ولكن محمد غادي يبتكر طريقه جديده. محمد من بعد ما ولا عميد ممتاز في الاستعلامات العامه، باش نعطيكم واحد التعريف خفيف بسيط على العمل ديال محمد كان في الاستخبارات كيف ما قلنا، وكان الدور ديالو مكلف برجال اعمال كبار في البلاد وسياسيين كبار كذلك، وحتى الاجانب اللي كيدخلوا ويخرجوا من المغرب. وكانت عنده كاميرات، كان كيصورهم فيديوهات، كان كيجمع عليهم جميع المعلومات. هنا محمد ولات عنده سمعه كبيره وولات عنده سلطه كبيره. محمد قرر انه يبدا عمليه الانتقام ديالو، اولا تفريغ داك المرض النفسي اللي ينتج على ديك الخيانه وداك 4 شهور ديال الحبس. الحاج محمد باستخدام سيارات الشرطه، باستخدام الشطط في السلطه، كان كيختار الضحايا ديالو الجنس اللطيف. فاش كنقولوا الجنس اللطيف فراه ما كيهموش انها تكون متزوجه او مطلقه او امراه كبيره او لا حتى طفله، كان كيختطف الضحايا ديالو. في البدايات كان كيوقف عليهم السياره ديال البوليس او اللي كنسميوها حنا ستافيت، السلام عليكم حنا بوليس طلعي معنا محتاجينك. بطبيعه الحال اي بنت واي امراه غادي يوقفوا عليا، وحتى الرجال ماشي غير النساء، توقف عليك سياره الشرطه ورجال الشرطه يقولوا طلع غادي تطلع. فمحمد كان كياخذ الضحايا ديالو من واحد لابارطومون اللي عنده في واحد الحي اللي كان هادئ، وكيدخلهم بالقوه لديك لابارطومون ولا لديك الدار، وكان كيغصبهم ويتعدى عليهم. فمنهم اللي في الاول كتكون باغيه ومن بعد كيتحول داكشي بالزز وبالعنف. عام 1990 مشات واحد البنت لمركز الشرطه ودخلت بالضبط عند الضابط بن مغنيه، وقالت ليه انه واحد السيد سميتو حميد وعايش في الطاليان وقف علينا بسياره انا وصاحبتي وطلعنا فيها بصحه وباستخدام السلاح الابيض، وخدانا لواحد لابارطومون في واحد الحي هادئ، وخلى صاحبتي جالسه في الصالون وانا دخلني للبيت وتكرفص عليا وصبني. وفوق هادشي هذا كله انه عنده كاميرات مثبته في داك الغرفه، صورني بالفيديو وقال لي الا ما رجعتيش مره اخرى غادي نفضحك وغادي نعطي هاد الفيديوهات وتصاور لصحاباتك وعائلتك. وهاد البنت هذه كانت متوتره وكانت كتغوت وكان باين فيها الارتباك وكتدخل وتخرج في الهضره. الضابط بن مغنيه من بعد ما تدوجب معاها في الهضره تاكد ان هاد البنت هذه هي بائعه هوى او بين قوسين من بنات الليل، والمشكل اللي عندها ماشي هو الصاب وانما هما دوك الكاميرات الفيديو اللي عندهم مثبته في ديك الغرفه. من بعد ما عطاتو المواصفات وعطاتو السميه اللي عطاهم هو اللي هي حامد انه كيعيش في الطاليان، وعطاتو كذلك العنوان ديال لابارطومون. الضابط بن مغنيه دار التحريات ديالو فاكتشف ان ديك لابارطومون في السميه ديال الحاج محمد
رجل السلطة ورجل الاستعلامات العامة. هنا بن مغنية فاش عرف المعني بالأمر، عرف أن القضية كبيرة منه، فلجأ للرئيس ديالو اللي كان في ذاك الوقت أعشي، وحكى ليه القصة وعطاه لي بروف وعطاه العنوان وعطاه المواصفات والمحضر والشكاية ديال السيدة اللي من بعد غادي يجيو شكايات واحدين اخرين. فالرئيس ديالو طمنو وشكرو على العمل الجبار اللي كيدير، وقال ليه بان القانون ما كيستثني حتى واحد وغادي يطبق على كل شيء. بن مغنية من بعد اسبوع كيجيه امر بالانتقال لاحد المدن الجنوب في الصحراء بدون سابق انذار ولا اعلان. بن مغنية فهم الميساج وعرف ان اللي من مور هادشي هذا هو الرجل السلطة محمد او الحاج محمد. والحاج استمر في ارتكاب الجرائم ديالو اللي وصل العدد ديالها تقريبا 1600 بنت او امراه. خطرات كيستعمل السياره ديال البوليس، خطرات كيستعمل السياره ديالو، خطرات بالقوه، خطرات بالخاطر. ومن بين ابشع الجرائم اللي ارتكب انه في واحد النهار جمع ما بين امراه وبنتها وحفيدتها اللي مازال صغيره في فراش واحد. ومحمد كان متدين وحريص كل الحرص على الصلاه في الوقت، لدرجه ان الضحايا ديالو كيقولوا انه فاش كيودن كيحبس النشاط الاجرامي ديالو، كينوض يصلي ويرجع يكمل داكشي مجرم بما يرضي الله. بالنسبه للكاميرات والفيديوهات اللي كان كيصور، فمحمد كان كيبيع داك الفيديوهات للمواقع ديال قله اللحيه. يعني تخيلوا هو رجل سلطه وعنده مدخول وعنده سلطه وعنده جوج عيالات، عنده وليدات وعنده كل شيء، فوق هادشي هذا طامع في الفلوس اللي يجيبها من دوك الفيديوهات ديال قله اللحيه. واحد النهار مواطن مغربي مقيم بالديار الايطاليه كان معروض عند صحابو، نتوما كتعرفوا الزوافريه في الغربه كيتجمعوا مره سواء السبت سواء الحد، يقصروا ياكلوا يشربوا ينشطوا يتفرجوا الافلام، تقدر تكون بعض الامور المحرمه والممنوعه. من بعد ما قصر مع صحابو نشطوا، واحد من صحابو جبد واحد الكاسيت فيديو بطبيعه الحال وقال لهم عندي هنا واحد الفيديوهات ديال داكشي قله اللحيه غنتفرجوا فيه مجموعين. وكيتفاجئ هذا الشاب هذا اللي سميتو سعيد ان اختو هي اللي كاينه في هذا الفيديو ديال قله اللحيه مع واحد الراجل كبير، واختو اللي مازال يلاه عندها 18 عام المفروض انها كتقرا وماشي ديال هادشي هذا. المهم هاد الشاب سعيد هز حوايجو قطع بيه ديريكت مطار الدار البيضاء يناديكم. جا قصد ديريكت مهمته هو يستفسرها شنو طاري، وقالت ليه بان هاد السيد هذا هو رجل سلطه وانه تعرض لاختك امام الكليه، وخداها على اساس انها غتمشي تخدم عنده، وتكرفس عليها وصورها وبقى كيهددها انه الا ما جاتش لعنده فاش يطلبها غادي يشوهها في الكليه وقدام صحابتها. هنا سعيد تحرى القضيه وتبع اختو فين كتمشي وفين كتجي، وفعلا شاف الحاج محمد واخد اختو لذاك الدار، تبعهم ومن مباشره ما دخلوا مشى كيجري لعند البوليس، عتقوا راه اختي شنو كاين وراهم حاليا كاينين في ذاك الدار. ومباشره عاود ثاني داكشي اللي طرا لمحمد فاش كان استاذ طرا لسعيد مباشره فاش قال لهم بان السيد هو فلان هو رجل سلطه، شبعوا فيه عصا وسبان ونصحوه ما يعاودش يجبد سيرة هادشي هذا وما يعاودش يديكلاري حسن ما يجيبها في عظام. المهم سعيد بما ان اختو هادي وانه عايش في الديار الايطاليه قال انني ما غاديش نسكت، وما خلى فين جرى ما خلى فين مشى والو. الحاج محمد مازال مستمر مع اختو ومازال مستمر مع بزاف ديال الضحايا بحالها. وفاتني ما قلت لكم ان سعيد عنده الجنسيه الايطاليه، ومن بعد ما دق كاع البيبان وما لقى حتى شي جواب وما لقى حتى شي مساعده وما خداش حقه وحق اختو، هنا سعيد قرر انه يصعد القضيه وقصد القنصليه الايطاليه في المغرب. ومن بعد ما خدا الرونديفو مشى لعندهم ودخل مباشره عند القنصل ودار الشكايه ديالو، سلم ليه الشريط اللي فيه الفيديو مباشر ديال الرجل السلطه محمد او الحاج محمد. فاش كان سعيد مع القنصل كيقدم الشكايه ديالو كان واحد دبلوماسي ايطالي مع القنصل اللي حتى هو كان كيستمع للشكايه، ووعد سعيد انه غادي يدير كاع المجهود ديالو باش غادي ينصفو وياخذ ليه حقه وحق اختو. وهاد الدبلوماسي هذا كان صديق عبد اللطيف الفيلالي وزير الخارجيه انذاك. فانا الدبلوماسي هذا من بعد ما تلاقى واحد المره مع عبد اللطيف الفيلالي عاود ليه القصه وقال ليه باللي راه عندكم في الجهاز الاستخباراتي ديالكم واحد المجرم واحد السفاح اللي كيسيء للصوره ديالكم والصوره ديال المغرب. انا عبد اللطيف الفيلالي ما رضاش بطبيعه الحال لان هادشي هذا كيمس الدولة المغربية وكيمس بالسمعة ديالها، خاصة أن الدبلوماسي إيطالي ياخذ علينا هذه النظرة هذه فما عجبوش الحال. هنا عبد اللطيف الفيلالي قرر أنه يخبر الملك الراحل الحسن الثاني مباشرة. وفي فبراير من عام 1993 الفرقة الوطنية كتقتحم المنزل ديال الحاج محمد بأوامر عليا وبالضبط من الراحل الملك الحسن الثاني. لقاو عليه القبض في ديك الدار المالئة بالكاميرات، ولقاو عنده عدد كبير ديال الأشرطة ديال الكاسيت اللي فيها
فيها فيديوهات مخلة بالحياة. كل شريط كان داير ليه رقم الاسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية ديال كل ضحية، والمحققين فاش طلعوا على الكاسيت وعلى الفيديوهات تصابوا بالصدمة، لأن السيد كان كيطحن الأخضر واليابس، ما كيعرف مرة كبيرة متزوجة طفلة مازال قاصر، ما كيفرقش ما بين هادشي هذا. اللي كيعرف هو انها من صنف الجنس الناعم، وغادي يخوي فيها كاع داك الحقد وداك الامراض النفسيه اللي جمعها على مر السنين بالداخل ديالو. المهم من بعد التحقيقات محمد اعترف بانه عدد الضحايا ديالو وصل تقريبا ل 500 ضحيه، ولكن كاينه مصادر كتقول انه فات ال1000 وال1500 بل تقريبا 1600 ضحية لمدة 4 سنين. المهم الحاج محمد في جلسة من جلسات المحكمة عرضوا عليه الأشرطة، قالوا ليه باللي هاد الأشرطة ديالو كنت كتظهر فيهم في الفيديو كتمارس أشياء وجرائم مخلة بالحياة. محمد كيفاجئ المحكمة وكيقول لهم باللي عندكم واحد الشريط ناقص وهذاك بالضبط بغيتكم تجيبوه، وكان كيغوت في المحكمة وكيقول انه اذا مشى ما غاديش يمشي بوحده، يعني بحال كيلمح ان معاه ناس كبار في الدولة، وكيغوت وكيقول لهم جيبوا لي الشريط رقم 32 عاد نكملوا المحاكمة. ولكن في تصرف غريب المحكمة رفضات الطلب ديال محمد، ما عرفناش شنو كاين في داك الشريط رقم 32. هنا يمكن نستنتجوا السبب اللي خلى محمد يرتكب الجرائم ديالو لمدة 4 سنين ويوصل عدد الضحايا ديالو ل 1600 ضحية، وكان كيستخدم سيارات الشرطة وكان كيهز الناس والنساء أمام الملأ وفي الشارع العام بدون خوف بدون تردد، أنه كان متأكد أنه ما غاديش يتعرض للمساءلة ولا للمحاكمة، لأنه كان كيظن أن معاه ناس أخرين أو كانوا معاه ناس أخرين اللي كيظن غادي يحميوه وما يخليوش البوليس يوصلوا ليه. المهم محمد عيام يطالب الشريط رقم 32 والمحكمة رفضت رفضا قاطعا وما كيبغيوش حتى يتصنتوا ليه ولا يخليوه يتكلم في الموضوع. ومن بعد شهر أي في مارس 1993 تحكم على الحاج محمد بالإعدام. وباش نتأكدوا ونعرفوا أن الموضوع فيه إن الحكم بالإعدام كياخد وقت طويل وتحقيقات ومحاكمات، إلا أن محمد زربوا عليه في ظرف شهر واحد وحكموه بالإعدام. والغريب في الأمر أنه تحكم على الضابط بن مغنية كذلك بالسجن لمدة 10 سنوات، ورئيس الفرقة الوطنية أعشي بالمؤبد. ومرة أخرى بسرعة خاطفة في شتنبر من نفس السنة 1993 تنفذ الإعدام في الحاج محمد رجل الاستعلامات العامة، وكأن الإعدام ديالو جاب بسرعة البرق باش ما يكشفش شي أسماء أو شي أسرار اللي كان هزهم ومخبيهم عنده. وهذا الإعدام اللي تنفذ في حق محمد أو الحاج محمد كان آخر إعدام كيتنفذ في المغرب، لأن من بعد الإعدام بقى غير واحد حكم كيصدر من المحكمة ولكن ما كيطبقش. وهذه كانت هي نهاية المجرم المغتصب السفاح الكوميسير الحاج محمد دون ذكر النسب، اللي مشى وخدم معاه سر كبير اللي هو شنو في الشريط رقم 32. فهنا غادي نكون وصلنا نهاية القصة ديالنا ونهاية الفيديو ديالنا. إلا عجبتكم القصة وإلا وصلتوا حتى الاخر شكرا لكم بزاف. خليوا لي الرأي ديالكم ولا الملاحظات ديالكم ولا الاقتراحات ديالكم ولا حتى الانتقادات ديالكم في التعاليق، ونشوفوا في الفيديو الجاي. تهلاو.